ياسر ابراهيم النهارده بيأكد وبيرد على الجميع ان الاهلي بحاجه لتدعيم دفاعي. بصراحه سرحان، عدم تمركز، حاجه سيئه جدا جدا جدا. ياسر بالنسبه لي النهارده تسبب في 3 اهداف. هتقول لي لا، بس الاهلي جه فيه هدفين بس. هقول لك لا، اتسبب في 3. ياسر ابراهيم في الدقيقه إيه؟ في الثانيه 46 الراجل يعني في اشد تركيزه وكل حاجه، وقوته البدنيه ومعدلاته البدنيه في السماء، لسه نازل فريش، لسه ما عملش اي حاجه، واقف سرحان زي ما انت شايف كده، وواقف مش عارف يتحرك، وواقف رايح للكوره وسايب المدافع في ظهره، وواقف يا ريته حتى وصل للكوره. الكوره عملت بند وعدت من عليه وراحت لصلاح محسن المهاجم اللي على قده جدا 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 عشان يحط الكوره في العارضه. هدف في الثانيه 46 كان هيقضي على الاهلي. فياسر ابراهيم بقى يركز. يعني خلاص انت غلطت في كوره في الثانيه 46، فخلاص هتركز بقى، صح؟ يعني انت هتركز يا ياسر. بعديها بدقيقه بالظبط او دقيقتين وهو لسه برضه فريش وعادي جدا، نفس الكوره تيبيكال بالكربون. بالكربون يا حبيبي، بالكربون، ومهاجم يضحك عليه تاني بنفس الطريقه برضه. يعني شوف هنا ياسر ابراهيم، انا ما اعرفش هو واقف بيعمل ايه، ولا واقف مان تو مان، ولا واقف متمركز صح، ولا حتى راح على الكوره زي الكوره الاولانيه، ولا اي حاجه. واقف بيتفرج على الجون زي ما احنا بنتفرج بالظبط عشان صلاح محسن يروح ويحط الهدف الاول للمصري. يعني النهارده لو هجوم الاهلي ما كانش بالقوه اللي بيها النهارده دي، كنا هنرجع ازاي؟ لو كان المصري قفل على طول وقفل الملعب، كنا هنرجع ازاي بعد الهدف والغلطات اللي بيغلطها ياسر ابراهيم دي؟ حاجه غير معقوله، وغير يعني في حاجه غلط في ياسر، عدم تمركز وسرحان. فيجي برضه في الجون الثاني بتاع المصري ونفس القصه ونفس القصه، الراجل جري من العش فخلاص بقى راح لك انت المان بتاعه، اطلع يا راجل، لا ما طلعش. ورد فعل غريب جدا، مش ناوي على الكوره، مفيش رد فعل تقريبا. تعال اوريك الكوره برضه. بص ياسر هنا، بص ياسر هنا طالع ازاي مع جوني اوبوكا، وجوني اوبوكا بمنتهى السهوله، الراجل قلش، وجوني اوبوكا بمنتهى السهوله برضه بيلعب الكوره. ياسر ابراهيم من سيء لاسوأ لاسوأ لاسوأ، معرفش رايح لفين. هتركز امتى؟ فالح بس لما حد يدخل يشتمك على الانستجرام محدش يشتمني يا جماعه. طب ما تلعب كوره بقى، ركز في الملعب بقى، ركز في الكوره بقى، وسيبك من الانستجرام والحاجات والشوشره والحاجات اللي انت مركز معاها دي. ركز في تمركزك يا سيدي، ركز في المان بتاعك، ركز في الملعب، وركز في التيشيرت اللي انت بتاكل منه عيش، والنادي الاهلي. الاهلي بحاجه لمدافع مع العش اللي انا من وجهه نظري مدافع جيد جدا، بس محتاج مدافع تاني جنبه، ومحتاج ياخد مباريات كتيره. العش النهارده لما نزل قفل على جين ابوكا خالص، خلى انيس بوجلبان سحبه، قال له تعالى يا ابني انت العش خلاص نيمك خالص، زي الكوره اللي قدامكم دي مثلا. راجل واقف متمركز صح، يعني متوقع صح ومتمركز صح، طلع الكوره بمنتهى السهوله. وفي كذا التحام مع جون ابوكا، يعني خلص على ابوكا خالص، خلص على ابوكا كرويا. فاهم؟ ومتمركز صح، داخل صح، مدافع قوي. محتاجين الجزار بتاع المحله، محتاجين الجزار بتاع المحله. ياسر ابراهيم سيء، ياسر ابراهيم سيء. رامي ربيعه سيء، رامي ربيعه سيء. رامي ربيعه عايز 40 مليون، معرفش عايز على ايه 40 مليون في الموسم بصراحه. وسام ابو علي شابوه من هنا للصبح، ابتدى يستعيد مستواه. النهارده هدف عالمي، الكرة الفاول طبعا، وهدف عالمي تاني اتلغى، وطبعا هدف صحيح بس الحكم للاسف لغاه. الف مبروك ال3 نقط، واتمنى تدارك الاخطاء اللي حصلت من ياسر ابراهيم وخط دفاع الاهلي اللي عليه علامه استفهام كبيره جدا، والشناوي اللي رد فعله غريب جدا جدا جدا، بالذات في الهدف الثاني. وفي لغز كده وحاجه محيراني، ليه اكرم توفيق بيلعب؟ انا مش عارف ايه سبب تواجد اكرم توفيق لحد دلوقتي، بنجهزه يعني قطر. انا مش فاهم بجد، مش فاهم. ما عندك احمد رضا اللي انت جايبه، لعبه يا كابتن، جهزه يا كابتن، ده اللي مكمل معاك اقسم بالله، مش اكرم توفيق خالص. سلام.